كتنعس مزيان ولكن كتفيق مرهق مسخسخ وعيان، ما عندك لا طاقة لا رغبة دير حتى شي حاجة. كون تلقى تبقى غير مجبد في بلاصتك، ساكت بحال شي واحد مكتئب او محبط بلا ما يعرف علاش. الناس ما كيتفهموكش، الدكاتره كيقولوا تحاليلك مزيانه ما فيك والو، ولكن انت فيك كل شيء. هاد المعاناه الصامته اللي كتعيشها يوميا وكتاثر عليك بشكل مزعج، العلم الحديث بدا كيربطها بمخلوقات صغيره كتعيش فينا بلا ما نحسو. 100 تريليون تقريبا من البكتيريا اللي كتعيش في الامعاء ديالك، وكتوزن ما بين 1.5 حتى ل 2 كيلوغرام. هاد المجتمع الميكروسكوبي كيلعب دور خطير وممكن يكون هو السبب الحقيقي في الإرهاق المزمن، كيأثر على المزاج، الطاقة وحتى القدرة على مواجهة الحياة. في هذا الفيديو غادي نتعمقوا في هذا العالم الخفي، عالم الميكروبيوم، ونكتشفوا العلاقة الصادمة بين صحة الأمعاء وداك التعب اللي كيبغتنا كل نهار. شنو هو الإرهاق المزمن علميا؟ الإرهاق العادي كنعرفوه كاملين، كيجي من مجهود بدني ولا فكري، وكيزول غالبا بشوية ديال الراحة أو إلا نعستي مزيان. ولكن ملي كتحس بالتعب بلا سبب وكيبقى تابعك الأيام، كتنعس وكتفيق وكأنك ما نعستيش، هاد الحالة ماشي تعب عادي، هادي كتسمى علميا متلازمة التعب المزمن، وهي اضطراب معقد كيمس الجهاز العصبي المناعي. أعراض ديالو كتكون مزعجة ومتعددة، بحال تعب طويل الأمد بلا سبب واضح، صعوبة في التركيز والتفكير، آلام في العضلات والمفاصل، نوم كتير في النهار ولكن ما كيعطيش راحة، تقلبات في المزاج، عصبية وحتى اكتئاب. وهذا الشيء اللي خلى العلماء اليوم يتكلموا على مفهوم جديد في الصحة، المحور المعوي الدماغي. بمعنى بسيط، كاين خط سري كيربط بين الدماغ والأمعاء، بحال الطريق اللي كتدي وكتجيب، فيها أعصاب، هرمونات ومركبات كيميائية. والمثير في الأمر هو أن هذا التواصل ماشي غير من الدماغ نحو الأمعاء، ولكن حتى من الأمعاء نحو الدماغ. يعني الأمعاء ديالك كتقدر ترسل رسائل للدماغ، وهاد الرسائل كتلعب دور كبير في المزاج والطاقة والنوم. وهنا بالضبط كتدخل واحدة من أغرب وأهم المخلوقات اللي عايشة فينا، الميكروبيوم أو البكتيريا النافعة. شنو هو الميكروبيوم؟ الميكروبيوم هو عالم كامل فيه تريليونات من الكائنات الدقيقة، بكتيريا، فطريات، فيروسات، كتعيش في الأمعاء ديالنا وكتفوق خلايا الجسم البشري من حيث العدد. ولكن المفاجأة، هاد الكائنات ماشي غير كتعاون في الهضم، بل كتنتج مواد كيميائية حساسة كيستعملها الدماغ باش ينظم المزاج، النوم والطاقة. وخير مثال هو هرمون السعادة السيروتونين، اللي أكثر من 90% منه كيتصنع في الأمعاء ماشي في المخ. السعادة ديالك كتبدا من كرشك، وهذا الشيء ماشي مبالغة، بل نتيجة دراسات علمية حديثة في مجال علم الأعصاب والميكروبيوم. شنو كيوقع ملي كيكون عندك خلل في الميكروبيوم؟ ملي كتقل البكتيريا النافعة وكيختل توازن الميكروبيوم في الأمعاء، الجسم كيدخل في واحد الحالة سميتها التهاب منخفض الدرجة ولكن مزمن. يعني الجسم كيبقى عايش في توتر داخلي مستمر، وكيبدا يفرز مواد التهابية كتسافر عبر الدم وكتوصل حتى للدماغ. الدماغ كيتلقى هاد الإشارات وكيبدا يرد بطريقة غير متوازنة، والنتيجة إرهاق مزمن بلا سبب واضح، صداع متكرر، تقلبات في المزاج، كثرة النوم بلا راحة، نوبة القلق والاكتئاب. وسط هاد الأحاسيس المزعجة والآلام اللي ما كتقدرش تفسرها، الإنسان كيمشي يستشير الأطباء، كيدير تحاليل كتيرة، كيقلب على السبب، واش ممكن يكون فقر الدم ولا سكري ولا نقص فيتامينات ولا حتى اكتئاب. ولكن نادرا ما كيسول راسو واش المشكل ممكن يكون في كرشي. شنو هما الأسباب اللي كيخليو الميكروبيوم يختل؟ الميكروبيوم حساس بزاف، وأي تغيير بسيط في نمط الحياة كيخلي التوازن يتخربق، وهادو أهم الأسباب اللي كيأثروا عليه. الغذاء الغني بالسكر والدهون الصناعية، أي المأكولات المصنعة، السكريات الزايدة والمشروبات الغازية، كتغذي البكتيريا المضرة وكتخنق البكتيريا النافعة. المضادات الحيوية، أي دواء مضاد للبكتيريا كيقتل حتى البكتيريا المزيانة وكيخلي فراغ في الأمعاء، كيصعب ترجع التوازن من بعد. قلة النوم وتغيير المواعيد ديالو، النوم ماشي غير راحة، بل هو وقت فاش كتخدم فيه الأمعاء على تنظيم الميكروبيوم. الضغط النفسي المزمن، القلق، التوتر والخوف المستمر كيأثروا على أعصاب الأمعاء وكيخليو الوسط ما صالحش لنمو البكتيريا النافعة. قلة الحركة والجلوس الطويل، النشاط البدني كيساعد على تحفيز الهضم وكيدعم بيئة متوازنة في الأمعاء. نقص الألياف في النظام الغذائي، بحال الخضر والفواكه والنخالة، البكتيريا النافعة كتجوع وكتبدا تموت، والموت ديالها بهاد الأسباب السيئة كيأثر حتى على الميتوكوندريا
بطارية خلايا الجسم. شنو هي الميتوكوندريا؟ هي عصيات صغيرة داخل كل خلية من خلايا الجسم، وهي المسؤولة على صناعة الطاقة اللي كتحتاجها الخلايا باش تخدم. باش تصنع الطاقة، الميتوكوندريا كتحتاج مادة مهمة كتسمى البوتيريت، وهي حمض دهني كتصنعو البكتيريا النافعة في الأمعاء. ملي كتكون البكتيريا النافعة قليلة وكيختل التوازن في الميكروبيوم، كيبدأ إنتاج البوتيريت ينقص، وبلا به الميتوكوندريا ما كتقدرش تصنع الطاقة الكافية، والخلايا ديالك كتبدا تعاني من الضعف وكتموت تدريجيا، الشيء اللي كيسبب تسرب السموم من الأمعاء للدم. هاد السموم ونقص الطاقة كيسببوا التهاب عصبي أو نقص النشاط في بعض المناطق الحساسة في الدماغ المسؤولة على النمو والمزاج والحركة. النتيجة النهائية التعب المزمن، الشيء اللي كيفسر حالة العياء وعدم الرغبة والقدرة على فعل الأشياء حتى لو كانت بسيطة. كيفاش نرجعوا التوازن للميكروبيوم؟ الخبر الزوين هو أن الميكروبيوم ماشي حاجة ثابتة أو ما تقدرش تحكم فيها، يعني تقدر تحسنه وتردو في الصالح ديالك غير بعد التغييرات اليومية، وهذه بعض الخطوات اللي تبتت دراسة الفعالية ديالها. الأكل الغني بالألياف، الخضرة، الفواكه، البقوليات والنخالة، هادو كيغديو البكتيريا النافعة وكيخليوها تكاثر. أطعمة مخمرة بحال الريب البلدي والكرنب المخلل، هادو كيدخلوا بكتيريا جديدة للجسم وكيعاونوا في إرجاع التوازن. نقص السكر الصناعي والمأكولات المصنعة، هاد النوع من الأكل كيغدي البكتيريا المضرة وكيخربق النظام كامل. النوم المنتظم، قلة النوم كتأثر مباشرة على تركيبات الميكروبيوم وحتى المزاج كيتخربق. الحركة اليومية، التمارين الرياضية كتساعد على تنشيط الهضم وكتنظم التوازن العصبي. تجنب القلق المفرط، الضغط النفسي المستمر كيأثر على الأمعاء بما فيهم البكتيريا النافعة. التعب اللي كتعيشو ماشي ضعف وماشي كسل، هو رسالة من الجسم ديالك باش ترد البال لكرش. الميكروبيوم اللي عايش في الأمعاء ديالك ما مسؤولش غير على الهضم، بل هو المفتاح ديال المزاج والطاقة وحتى على الطريقة اللي كتسير بها حياتك.